العمرة في رمضان. للعمرة فضال عظيمة، فهي من مكفرات الذنوب ومن الأسباب الجالبة للرزق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فنهم ينفيان الفقر والذنوب. ولها في رمضان فضل خاص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن عمرتين في رمضان تقضي حجة، أو قال حجة معي. وهذا الفضل شامل لكل أيام وليالي رمضان، من بدايات دخول الشهر حتى تدخل ليلة عيد الفطر المبارك. وعلى المعتمر أن يؤدي عمرته في الوقت المعطي له حسب الحجوزات، حسب التطبيقات الرسمية في العمرة. مكتب بن وهبان للسفريات والسياحة، متمنين لكم القبول والتيسير. عبده النمير للدعاية والإعلان.